والدولة بقى ابتدت تحضر للمستقبل البعيد وعملت مدن جديدة زي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان و15 مايو. والحقيقة برضو إن المدن ديت تم صدور قرار إنشائها في عهد الرئيس محمد أنور السادات، بس للأسف ملحقش وكمل المسيرة من بعده الرئيس محمد حسني مبارك. المهم المدن ديت كانت فاضية، صحراء جرداء، شوارع واسعة، عمار قليل، واللي يروح هناك يحس إن هو راح بلد تانية. وده كان بداية فكرة العقار المستقبلي، وهتعرف ليه في الفيديو اللي جاي لما نتكلم عن الفترة التانية في عهد الرئيس محمد حسني مبارك. بس وقتها كانت الناس خايفة تتحرك وتشتري هناك، كانت ثقافتهم إنها مش مناسبة للسكن. لو كنت مكانهم كنت هتفضل تأجر وترتاح في وسط البلد وسط العمار، ولا تهاجر بعيد وتبني حلمك في مدينة جديدة؟ مستني رأيك، واستعد للفيديو اللي جاي لما نتكلم عن لحظة الانفجار العقاري اللي غيرت كل القواعد في مصر.